طبعا اول ما بتبدا تحط رقمك في اي شركه من شركات العقارات اللي موجوده في المنطقه، بتلاقي سبحان الله رقمك بقى موجود تقريبا في كل شركات العقارات اللي موجوده في السوق اللي انت بتشتري فيه. طيب، هل ده معناه ان انا عشان بدور على بروجكت او على منتج معين ان انا انزل بقى واسيب شغلي واقعد كل يوم تقريبا مقضيه في معاينات؟ اكيد لا، والا تقريبا احنا الاسبوع كله هنبقى موجودين في الشارع. طب ايه هي المعايير اللي بتدفعني ان انا انزل وابدا اعمل معاينه؟ اكيد في معايير معينه احنا بنشتغل عليها، ودورنا النهارده ان احنا نحاول نقرب من المعايير دي ونناقشها مع بعض. حضرتك او حضرتك جات لك مكالمه من بعض الشركات اللي انت سبتي رقمك فيها او سبتي رقمك فيها، اللي المفروض ان انتوا حسيتوا ان فيها مميزات عاجباكم. طيب، قبل ما انزل معاينه انا هنصحكم بشويه نصايح نشتغل عليها، نعرفها من الشركه على قد ما نقدر او نعرف جزء كبير منها، علشان على الاساس دوت نبدا ننزل ناخد القرار نعمل معاينه، وان شاء الله باذن الله يكون قرار الشراء. خلينا نبدا باول حاجه، التصميم والمساحات المناسبه ليك ولاسرتك. بمعنى ايه الكلام دوت؟ انا النهارده بشتري فيلا في دلوقتي اراوند 180 متر، حلو مش وحش، ده تاون مثلا سواء ميدل او ممكن يكون كورنر. انا قررت ان انا اشتريه عشان هو مناسب لحاجه اسرتي. طب الاسره كبيره تقريبا، احنا بنتكلم في حوالي 7 8، فهل ده هيبقى مناسب ليهم؟ اعتقد ممكن ما يكونش مناسب. فبالتالي النهارده حضرتك المساحه اللي انت بتبدا تنزل علشان تشتريها، لان السيلز قال لك ان المساحه دي مناسبه لرغباتك انت واسرتك، من هنا بتاخد القرار ان انت تنزل تتفرج على الحاجه دي كاول حاجه انت بتبدا تبص عليها. طيب، بعد كده بيكون عندي مميزات تاني زي ميزه الموقع. الموقع المفترض النهارده وانت بتختار موقعك ده لازم يكون قريب من كل الحاجات اللي انت بتحتاجها انت واسرتك. زي ايه؟ انا محتاج مدارس، طبيعي جدا اي اسره النهارده هتحتاج مدارس، فعايز اعرف ايه هي المدارس المحيطه اللي حواليا، والمولات كمان ايه هي المولات اللي قريبه مني، او هل هيكون في مولات قريبه مني في المكان دوت ولا لا. على اساس دوت حضرتك بتبدا برضو تشوف الاسواق. ان النهارده عندي في مولات تجاريه، في اسواق، في نوادي، في مدارس. هنا انا كده تقريبا كل اللي انا عايزه في المنطقه دي بدا يبقى مناسب ليا ولرغباتي. ادي اول حاجه او تاني حاجه بدانا نكررها. بعد كده القرب من الطرق الرئيسيه. بمعنى ايه؟ انا النهارده مثلا في منطقه الشيخ زايد الجديده عند المحور، تمام؟ فبالتالي حضرتك النهارده وانت بتقرر انا قريب من المحور على بعد قد ايه، كام دقيقه، دي حاجه. طيب انا قريب من الاوسطي، قريب من الاوسطي على بعد قد ايه؟ والاوسطي طبعا قريب من الضبعه، طب الضبعه قريب مني بقد ايه؟ دي طرق رئيسيه تقريبا. طبعا الصحراوي بعد كده مصر اسكندريه الصحراوي، 4 شرايين رئيسيه حضرتك من المفترض ان انت بتشوف انت على قد ايه قريب منهم او على قد ايه بعيد عنهم، علشان تبدا تقرر ان انت تنزل. يعني مثلا نيجي نقول ان احنا بنشتري في حدائق اكتوبر، بس انا شغلي مثلا في التجمع، فهلاقي ان الاوسطي قريب مني فبقى يقرب لي الدنيا. طيب انا مثلا بشتري في الحزام الاخضر الراوند، مثلا حاجات في المشاريع الجديده اللي بدات تنزل فوق في حوض 15 16 17، ما انا الاوسطي قريب مني وهيقرب لي كل الحاجات اللي انا محتاجها. انا بشتري في نيو زايد، تمام، وقريب مني الضبعه، فالضبعه بالتالي هقدر انزل المهندسين، هقدر انزل الدقي، هقدر انزل لاقرب مكان انا محتاج ان انا انزل له انا واسرتي في اسرع وقت. وصل الدهشور، يعني في ناس كتير قررت تشتري في المشاريع الجديده اللي هي موجوده قريبه من وصل الدهشور، فبالتالي المشاريع دي كلها بتقرب لك الدنيا. يعني انت من وصل الدهشور تقدر تنزل طريق الواحات، تقدر تنزل المحور، تقدر تبقى في الضبعه، كل مصر اسكندريه الصحراوي، فانت قريب من كل حاجه. ويمكن بصراحه مصر ما اثرتش في موضوع الشرايين دي اللي هي تقريبا بتقرب كل حاجه من بعضها. فبالتالي النهارده نقطه الموقع مهمه جدا جدا بالنسبه لك، ان انت وانت بتختار موقع يكون قريب من الشرايين الرئيسيه اللي انت محتاجها. طيب، في ايه تاني بعد كده؟ مستقبل المكان اللي انا بشتري فيه، مستقبله ايه من ناحيه الامان؟ بمعنى ايه امان؟ انا النهارده مثلا بشتري بس قريب مني كوميونتي مش اللي انا محتاجها، او اللي ممكن تبقى قلقان شويه وانت سايب شقتك ومسافر. طب ما دوت هيبقى بالنسبه لك مش امان. انا النهارده شاري في كومباوند بس ما فيهوش الفاسيلتيز بتاعه الامان سكيورتي، فبالتالي وانت بتشتري هتبقى خايف. انا ممكن اسيب الفيلا بتاعتي واسافر ارجع ما الاقيش الحاجه بتاعتي اللي انا حاططها اصلا في الفيلا. فنقطه الامان دي مهمه جدا، ويمكن معظم الشركات العقاريه دلوقتي اول حاجه يقول لك اكسس كارت، امن وحراسه، فبالتالي بيأمنك من قبل ما تشتري، ودي نقطه لازم تسأل فيها قبل ما تنزل وتعمل قرار المعاينه. الراحه، محتاج النهارده ابقى انا واسرتي اخترنا المكان اللي ابقى مرتاح فيه نفسيا، يعني هوا نظيف، جو نظيف، كل الحاجات المحيطه بيا هي اللي انا محتاجها، فبالتالي انا مرتاح نفسيا.